تعالوا نتعرف على صفقة الأهلي الجديدة وسام أبو علي. مبدئيا وسام أهم صفاته إنه مهاجم بيعرف إزاي يتحرك في ظهر المدافعين ويحط نفسه في أماكن تخليه يسجل أهداف. العلامة المسجلة باسمه هي نزوله خطوتين بعيد عن المدافع وبحركة جانبية يجري في المساحة اللي خلقها لنفسه، والحركة دي هتشوفها كتير في باقي أهدافه اللي أنا جايبها لك النهاردة. وسام مميز جدا في التمركز داخل ال 18 وبيبعد عن الرقابة، وأخطر أسلحته هو التسجيل بالضربات الرأسية. من أهم مميزات وسام برضه هو التايمنج أو توقيت تحركاته، بالبلدي كده بيعرف إمتى يبتدي جريته من غير ما يقع في مصيدة التسلل. وكمان مش معنى إن زميله بيشوط إنه مش هيعمل فولو على الكورة، لا ده هيعمل فولو ويجيبها جون. من وجهة نظري بقى وسام صفقة مهاجم مميز جت الأهلي بدون صخب، وبالتالي الضغوط أقل، وباين من تحركاته وأهدافه إنه مهاجم جيد جوه ال 18. لمسته الأولى للكرة جيدة جدا، وده بيسهل عليه قراراته اللي بعد كده. بيمتلك شيء من المهارة والسرعة، وبيستعمل رجله الشمال كمان في التسديد والتسجيل. واعتقد ان تعاقد الاهلي معاه هو وعمر كمال عبد الواحد هو محاوله من كولر لاستغلال العرضيات من عمر كمال والرأسيات من وسام. بس برضه مش عايزك تتخدع، انا ما قلتش عليه ان هو مهاجم سوبر، او على الاقل هو لسه ما بقاش سوبر. وسام ما لعبش في مستوى عالي، الدوري الدنماركي الدرجه الاولى او الدوري السويدي الممتاز هما مستوى اقل من المتوسط. وخير مثال على ده هو صفقه برونو سافيو اللي كان مكسر الدنيا مع ناديه، ولما جه الاهلي الصفقه فشلت. ما قدرتش اشوف وسام كلاعب محطة مميز يعتمد عليه الاهلي في الخروج بالكرة من تحت الضغط وتحرير مساحات للاطراف، على عكس الدور اللي بيقوم بيه كهربا مثلا مع النادي الاهلي. وسام عنده 25 سنة، يعني سنه كويس وممكن يتطور اكتر تحت ايد كولر، بس الاكيد انه بروفايل مختلف تماما عن كهربا. هو اقرب لموديست، ولكن بعد اداء موديست السيء اتعاقد الاهلي مع مهاجم يطبق نفس الافكار والادوار اللي حاول كولر يطبقها مع موديست وفشل. قول لي انت ايه رأيك؟ هل شايف وسام صفقة كويسة، ولا كان ممكن الاهلي يجيب احسن من كده؟